جاسوس مغربي اخترق المخابرات الفرنسيه، ولكن فاش غادي يلقاوه شي حاجه غريبه غادي توقع. فاش تفهم المهمه ديالو غتعرف ان المغرب حاكمه في اوروبا. جاسوس ام 118 مغربي تابع للمخابرات المغربيه، عايش وخدام في فرنسا من 2010. المهمه ديالو صعيبه، يخترق المجلس الفرنسي للديانه الاسلاميه. وصبر عليا نشرح لك. هذا المجلس بدا مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، والهدف منه ان المخابرات تحكم في الانشطه ديال المسلمين باش تراقبهم. والجاسوس ديالنا ام 118 قدر يقتحم ذاك المجلس في سريه تامه، وقدر يصور دواسه سريين اللي يمشيو للمغرب. والهدف من هذه الوثائق السريه يعرفوا شكون اللي عنده النفوذ في المساجد في فرنسا، ويقلبوا الموازين زعما تكون الاسبقيه عند المغاربه باش يخدموا المصالح ديال ثاني اكبر ديانه في فرنسا. غير فكر معايا بعقلي، الا كانوا اللي خدامين في هذا المجلس وفي المساجد مغاربه غادي نعرف عليك كل شيء. هذا الجاسوس ام 118 سطى المخابرات الفرنسيه حيت غير اكتشفوا الهويه ديالو. السيد تبخر بلعته الارض بحال عمره ما عاش في فرنسا، لدرجه بانهم لقبوه بالجاسوس الشبح.